فنانة فايزة أحمد، الخلافات اللي كان بيقول عليها الأستاذ كمال الملاح خلافات شخصية ولا خلافات وصراعات فنية؟ لا ما كانش في خلاف بينه وبين عبد الحليم، يعني حاجات يعني زي ايه مثلا، هو كان في منتهى الذكاء، يعني اي خلاف لازم على طول يعني بساعتها يحل على طول، يعني ما تقابله تقول له ليه عملت كده مثلا تعاتبه يقول لك، يكلمك كلام تاني، يقول لك نكتة، يقول لك اي حديث تاني يغير على طول، تلاقي نفسك خلاص نسيت كل حاجة. يقول لي مثلا يا فايزة يا سلام احنا عندنا كان فايزة حاجات نسيت خلاص انسى كل حاجة. يعني مثلا مرة زي كان فيلم وسادة الخالية، يعني طلب مني اني اغني الاغنية وتدور الاحداث الفيلم من خلال اسطوانة اللي هي اسمر يا اسمراني. ففوجئت في واحدة تانية بتصور مكاني، ودي من بعيد واخد لها يعني كلوزات من بعيد، دي باين ان الناس دي فايزة احمد. فطبعا دي يعني ضايقتني جدا، فانا موجودة فما كلمتنيش ليه يا عبد الحليم، فجينا نتعاتب مع بعض حاجات دي، فلقيت نفسي على طول مش قادرة يعني قال لك ايه بقى؟ قال لي يا سلام خلاص يا ستي اشيل لك الغنوة لا اشيل الصورة اللي اتصورت، وانا على كل حال يعني انا ما حبيتش اجيبك بلقطة صغيرة لانك انت طبعا صوت كبير ومش عارفة ايه، خلاص اقتنعت بكلامه انه يعني قال يعني مش عايز يخليني اني اطلع باي دور يعني. فطبعا وبعدين اسلوبه بالكلام، انا في ايه يا فايزة خلاص حقك عليا يا حبيبتي خلاص تعرف الاسلوب. يعني مش ممكن بعد كده ابدا تتضايق من اي يعني صراع واي. طب انا بشوف في الارشيف وانا ببحث في الاوراق الخاصة ان كان في حفلات كتيرة بتشارك فيها حضرتك معاه، وكان معاك وعدد مهول من الفنانات والفنانين. يعني في حفلة واحدة في عبد الحليم وفايزة وشادية ونجاة وفايدة كامل وعبد المطلب ومحرم فؤاد، عدد كبير جدا يعني. عشان كان من زمان الاغاني كلنا كنا ما بنغنيش اغاني طويلة. يعني كان كل واحد بيقدم الأغاني، كانت الفترة اللي كنا كلنا بنقدم فيها فننا، يعني الأغنية ما تزيدش عن 10 دقايق. زي أسمر يا اسمراني اللي غنيتيها حضرتك والأستاذ عبد الحليم، من أنصار إن الغنوة الواحدة يغنيها أكثر من واحد؟ عمل حلو ليه لا. طب حضرتك ما فيش أي لحن تاني لعبد الحليم دندنتيه أبدا كده في أوقات فراغ؟ أنا دايما يعني فعلا يعني من أقرب الأصوات إلي حقيقة عبد الحليم. وبعدين هو دايما كان يعني ما كنا نقعد قعدات مع بعض باستمرار نغني سوا، يعني انا اغني وهو يرد علي وانا ارد عليه، يعني حاجات من دي. وبعدين كان في ميزه كمان انه بيحس بكل نجاح، يعني مثلا كنت اول عمل عايزه اقدمه مثلا اقول له بالتليفون، قال له اسمع اللحن ده ايه رايك فيه، اللي فايزه ده هينجح، يعني كان عنده الحس بالنجاح. فأنا نفس الحكاية كنت لما بسمع له حفلة أو أغنية أغنيها له برضه بالتليفون أو يغنيها لي. فأنا دايما يعني بحب أغني عبد الحليم كتير قوي. وغير كده كمان الموجي كان متوفق جدا معاه، يعني ألحان الموجي تحسها قريبة جدا من صوته. طب لو حبينا ندندن حاجة من ألحان من أغاني عبد الحليم. يعني طبعا عبد الوهاب، أستاذ عبد الوهاب عمل له أغاني جميلة جدا، وكمال الطويل وكلهم يعني عملوا له حاجات عظيمة في شك. بس يعني أنا أول ما يعني اتأثرت حاجات معينة لعبد الحليم بدأ حياته، اتأثرت حاجات كان عاملها الموجي. كنت إيه من ألحان الموجي تعجبك؟ طبعا كتير، لو أنا حافظة الكلمات كنت قلتها يعني، بس أنا حافظة حاجة يعني معينة كده. يا ريت نقولها مع بعض. يلا. بما إنك أنت دلوقتي بتغني كمان منافس يعني. يا قلبي خبي ليبان علي وشوف حبيبي دموع عينيا، يا قلبي خبي ليبان علي وشوف حبيبي دموع عينيا، يا قلبي خبي ليبان علي وشوف حبيبي دموع عينيا، خلي
ده مش نصيبي لكن حبيبي، ده مش نصيبي لكن حبيبي